شايفاكِ وأنتِ محتاسة في شنطة المدرسة، ودي episode 2 من أشتري إيه للمدرسة. كنت بادوّر على شنطة تكون بتساع حاجاتها كلّها في المدرسة، وفي نفس الوقت تكون حجمها مناسب، والماركة بتاعتها تخلّيها تعيش أكتر من سنة، عشان مش كل سنة ننزل ندوّر نفس التدوير ده. بالنسبة للمقاس المناسب للكيجيهات KG 1 و2 وممكن كمان أولى ابتدائي هو مقاس 16، لإن ده بيساع الفايلات والكتب بيكون كمان مرتاح معاهم. تعالوا بقى نشوف بشكل عملي على الشنطة دي. الشنطة دي مقاس 16 ومليانة جيوب وحلوة أوي، بس مشكلتها إن هي حجمها كبير جدًا، جدًا على ضهر بنتي اللي هي في KG 1، فكان لازم إن أنا أفكّر في بديل إن أنا أجيب ترولي. أنا عارفة في ناس مش بتحبه أو بتستتقله، بس أنا شايفة بصراحة إن هو الحجم ده لمّا يكون كمان مليان كُتب هيكون تقيل أوي، أوي على ضهرها وحجمه كبير، فكان لازم أفكّر في موضوع الترولي. في شنط بتيجي ترولي فيها، وفي شنط تانية بتشتري ترولي لوحده بيكون سعره من أول تقريبًا 600 جنيه لغاية 800 جنيه. دي كانت جبتها لوحدها منفصلة والشنطة نفسها بتركب على الترولي، يعني في الشنط نفسها بتكون متحضّرة إنها تركب على الترولي زي كده، في شنط تانية بتكون الترولي فيها. المهم الترولي ده 3 عجلات عشان يساعد لو في سلِّم أو حاجة إنها تطلع عليه، وفي كمان ترولي تاني بيكون 5 عجلات، وأكيد في اختلاف في الأسعار بين عجلة واحدة و3 عجلات وال5 عجلات. الشنطة بييجي معاها الpackage جاملة، ممكن تاخديها شنطة لوحدها، وممكن تاخدي معاها بقية الحاجات. أنا أخدت بس lunch bag بتكون من جوّه المفروض إن هي متحضّرة thermally يعني عشان تحافظ على حرارة الأكل زي كده، فهي بصراحة حلوة أوي للرحلات والlunch box يعني. وفي أحيانًا السات كاملة بييجي معاها مقلمة كمان، بس أنا حسيت إن أنا مش محتاجة المقلمة، فطلّعت المقلمة ودفعت تمن الاتنين دول بس. طبعًا زي ما أنا قُلت ممكن دي تتخلّصي منها خالص وتدفعي تمن الشنطة نفسها بس. بالنسبة بقى للأنواع اللي تجيبي حاجة إيه اللي يقعد معاهم أكتر من سنة، دي الأنواع اللي أنا هاقولها لكم، يعني مش بالترتيب بس هنتكلم عن كل حاجة لوحدها. الأنواع هي 3M ومومولي وBZ وسماجل وجلوسي بيرد. ال5 أنواع دي من المفروض إن هي حلوة أوي وبتعيش أكتر من سنة، بس طبعًا مشكلتها بالمقارنة بأي نوع تاني يكون في المحلات العادية، بيكون إن هي يعني ممكن تكون أغلى شوية، وفي حاجات بتوصل كمان لأكتر من ضعف التمن. أعلى أنواع هي سماجل وجلوسي بيرد. سماجل من الحاجات اللي هي كمان وزنها خفيف أوي، ممكن تكون وزن الشنطة بالترولي ممكن تبقى كيلو ونص أو 2 كيلو، فدي وزنها خفيف بالمقارنة ببقية الشنط، وسعرها من أعلى الحاجات هي كمان. وجلوسي بيرد حاجاتها لذيذة أوي وألوانها جميلة، بس هي أغلى الأنواع. بعديها هييجي 3M وBZ، ممكن يكون BZ أعلى شوية، وبعديها تيجي الميمولي اللي هي أرخص واحدة في الفئة دي، بس في نفس الوقت حاجاتها كويسة وبرضه بتعيش، فلو البادجت محدودة ممكن نختار memory. حاجاتها جميلة أوي وسعرها كويس. أنا جِبته من شارع بطرس غالي في مصر الجديدة، المكان ده مليان محلات شنط، جِبتها برينج ال2000 جنيه، فيعني لو أنتم لسه بتدوّروا في مرحلة التدوير وكده، ممكن تروحوا المكان ده لو قريب عليكم، أو لو مكان تاني أنتم تعرفوه تقدروا تجيبوا منه.